هي ايه حكاية شارع المعز مع شهر رمضان؟ مجرد ما بتدخل برجلك الشارع ده يا صاحبي بتحس انك في ساحر التاريخ، وكأن آلة الزمن خدتك معاها في رحلة لمدة ساعات معينة، زي ما بيقولوا كده متحف مفتوح. التاريخ كله بيعدي قدام عينيك، لكن ايه العلاقة اللي بتجمعه مع شهر رمضان؟ واشمعنى هو عن باقي شوارع مصر؟ بحسب المصادر التاريخية فالشارع ده هو الشارع الوحيد اللي له طابع روحاني، علاج نفسي من غير مجهود لأي حد بيدور على الراحة النفسية. بس الأكيد يا صاحبي إن ده مش مجرد صدفة كده والسلام، ده سر عظيم كل يوم التاريخ بيكشف أسراره. والحقيقة إن الشارع ده بالتحديد كان مأوى لكل عابر سبيل، والحقيقة إن الشارع ده في كل العصور الإسلامية كان مأوى لكل عابر سبيل. أي حد زمان كان بيحب تلاوة القرآن الكريم يقولوا له عليك وعلى شارع المعز. هناك هتلاقي اللي بينشد واللي بيذكر واللي قاعد بيسبح، وكأنهم قاعدين في كنف ربنا سبحانه وتعالى. ولما كانت الدنيا تضيق بالسلاطين وأي أمر يعصى عليهم ما كنتش تلاقيهم غير في شارع المعز. كان السلطان يتكفل بأكله وشربه طول ما هو موجود في المعز. رحلة تبتدي من باب الفتوح وما تنتهيش إلا عند باب زويلة. وزي ما تقول كده كان في رابطة روحانية بين الشارع وشهر رمضان. الرابطة دي ما جاتش من فراغ، ده كان تكريم من ربنا للشارع اللي حفظ أسماءه وعلم الناس كتابه وشاف فيه البني آدم الجميل لحظات السكينة والأمان. كتير مننا بيبقى فاكر إن الزينة والمحلات والفوانيس هم اللي بيزينوا الشارع، لكن الحقيقة إن حلاوة الشارع كلها بتيجي من الروحانيات اللي بتزين كل حارة ضيقة في شارع المعز وغاني. في رمضان روحك هي اللي بتجبرك إنك تشوف كل زاوية وكل حارة ضيقة في المعز. بمجرد ما تخلص صلاة التراويح في مسجد الحسين قلبك لوحده هيتخطف، وهتلاقيه هو اللي بيحركك ناحية التراث، والسحر يخطفك ناحية التاريخ. الناس بتحب المعز مش عشان هو حلم، لا، ده عشان بيحسوا انهم خرجوا بره دوشة الدنيا. بره المعز الدنيا سريعة ومشاوير وضغط وقلق، لكن جوه انت على مهلك، على مهلك برغم الزحمة. الغريب ان الزحمة هناك مش خنق، دي زحمة ناس طالعة تتونس، مش زحمة مشاريع ومصالح، تبقى زحمة أخف على النفس. ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات إيه الأماكن اللي قلبك متعلق بيها في رمضان، وربنا ما يقطع لنا عادة ولا يقطع لكم عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب قدرني على فعل الخير.